اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا اكيد من جديد. رجعنا بعد هذا الفاصل وما زلنا مستمرين، وصلنا الى فقره السبيتار، وحديثنا اليوم عن مشكله في التنفس وهي مشكله الربو. هذه المشكله التي تعتبر من المشكلات تصيب الناس بشكل متفاوت ما بين فئه واخرى، ولها نسب معينه واسباب وعوامل. حقيقه البعض قد يظن بان الربو له وقت مؤقت او انه مرض مزمن، تختلف الاراء في هذه النقطه، ولكن للاستفسار أكثر معنا في استديو الدكتور محمود أو عماد محمود الشريم، طبعا أخصائي الباطنية. أهلا وسهلا بك يا صباح. أهلا بكم وبجميع المشاهدين. صباح الخير. صباح الخير. بداية حابين نتكلم معك عن ما هو مرض الربو. طبعا الربو نحن مخيلتنا جهاز وهذا اللي في بالنا. هو حقيقة ممكن الاسم شوي بخوف. فبعض الناس بتسميه الأزمة، وبعض الناس بتسميه التخفيف وتلطيف من اسمه بسموه حساسية القصبات المزمنة. نعم. كلها مصطلح تخفيف، هذا مخيف هذا مش حساسية نعم. يعني ألطف شوي. نعم. كلها مصطلح في الأخير بتعود لنفس المرض اللي هو الربو، وهو عبارة عن التهاب مزمن غالبا ما بيكون تحسسه في القصبات الهوائية. بينتج عن هذا الالتهاب زيادة إفراز في المخاط من خلال الغشاء المبطن للقصبات الهوائية. نعم. وأيضا انقباض في عضلات القصبات الهوائية، مما ينتج عنه فيما بعد الأعراض التي تسمى بأعراض الربو. جميل. إذن هذا هو بشكل عام طبعا. خلينا نتحدث عن أنواعه ودرجة الإصابة به من فئة إلى أخرى. حقيقة أنواعه لها علاقة بمسبباته، فتقسم الأنواع الربو حسب إذا كانت سبب الربو عائد إلى أسباب خارجية أي بيئية، مثل الغبار والعث المنزلي وبعض الحشرات المنزلية والتدخين والعطور وإلى ما ذلك من أمور خارجية. نعم. وأسباب داخلية مثل استجابة الجهاز التنفسي لبعض الفيروسات التي قد تصيبه زي إنفلونزا وبعض الفيروسات الأخرى، أو أحيانا يكون عائد أو ناتج عن النشاط البدني والفيزيائي للجسم مثل التمارين الرياضية الشاقة وبعض الانفعالات العاطفية. نعم. وأيضا له علاقة بعض الأحيان في طبيعة العمل أو الوظيفة التي يعمل بها الشخص، قد تصاحب بعض الأعراض المشابهة. أعمال بناء، غبار، بالضبط، يسموه اوكيبيشنال. نعم. اوكيبيشنال. يعني حاب أتكلم أيضا كذلك عن أعراضه. هو أكيد لها أعراض، وطبعا البعض ممكن يقول أي كحة أو أنه أي ضيق في التنفس ممكن يكون ربو. حقيقة الأعراض الأزمة بتختلف حسب حدتها يعني. نعم. بس بشكل عام الأزمة لازم يكون أو الربو لازم إنه يكون في كحة متكررة. نعم. غالبا هذه الكحة بتحصل عند وجه الصبح أو في أثناء الليل. نعم. بالإضافة لضيق في التنفس وأحيانا أزيز أو صفير بالصدر، يسمع المريض يعني المريض نفسه بيشكي من أزيز أو صفير بالصدر. لكن أحيانا هاي الأعراض، هاي الأشهر أعراض، ممكن يترافق مع تشنجات في الصدر، وأيضا ممكن المريض يفقد في لحظة ما إذا كانت حادة نفسه، وينتهي في الأمر لا سمح الله إلى مرحلة متقدمة من التنفس الصناعي. بس هاي الأعراض المشهورة هي تضيق في النفس أو صعوبة في التنفس، بالإضافة للكحة المتكررة، بالإضافة لأزيز الصدر، هي أشهر أعراض. أشهر أعراض الربو. نعم. طبعا احنا الحين قاعدين نشوف بعض الصور ممكن تكون تعريفية. الاماكن اللي ممكن تصاب بها الربو. صحيح، هي الصورة كويسة مفيدة. هلا القصبة الهوائية هي جزء من الجهاز التنفسي. نعم. الهواء يدخل من الجهاز التنفسي من خلال الفم والأنف، يدخل من خلال القصبة الهوائية وثم يتوزع من خلال القصبتين الهوائيتين الرئيسيتين إلى الشعب الهوائية ثم إلى الحويصلات الهوائية. هلا هاي القصبات الهوائية هي اللي بصيبها الالتهاب المزمن. بس تصاب كما نلاحظ في الصورة العلوية. نعم. القصبة الهوائية طبيعية محاطة بغشاء مخاطي طبيعي وقطرها طبيعي، بس تصاب بالالتهاب المزمن تصبح ضيق فيها، وبالتالي تنتج ضيق. الأعراض اللي يشعر بها المريض أكثر شيء بضيق في التنفس. نعم. ما فيه لها علاجات جراحية مثلا؟ لا، هو مرض الربو هو مرض باطني في الأساس، وعلاجه صراحة ما في علاج شافي كافي أو تام. إنما العلاج الخلاصة منه أن نخفف من الأعراض ومن عدم تكرارها، وأيضا حد من قوة الالتهاب التي تحصل. أما أن ننهي الأعراض، ننهي عفوا المرض بشكل تام، لا،
مرض الربو يمكن السيطرة عليه ولا يمكن الشفاء منه. هو مرض مزمن يمكن الشفاء منه. لا يمكن الشفاء منه. يمكن السيطرة عليه ولا يمكن الشفاء منه إطلاقا، لأنه هو مرض مزمن بتعريفه مزمن. خلينا نتكلم عندما يعني يشعر الشخص بمثلا الكحة المتكررة أو بهذه الحساسية اللي ممكن يصاب بها، كيف من الممكن أن مثلا يزور الطبيب؟ وفي هذه الحالة كيف يتم الطبيب تشخيص هذه الحالة المرضية؟ حقيقة بالنسبة مش كل مثل ما تفضلتوا مش مثل كل كحة هي عبارة عن ربو. يعني إذا كان في تكرار في الكحة وكانت هاي الكحة ترافقها ضيق في التنفس وأزيز في الصدر، يعني هاي كلاسيكال مثل ما بيحكوا أعراض لمرض الربو، يجب عندها أن يزور المريض الطبيب، ومن ثم يتم معاينته وأخذ السيرة المرضية منه. السيرة المرضية مفيدة في مرض الربو، خاصة مثل ما حكينا إذا كان في عامل وراثي، لأنه أحيانا مرض الربو ينتج من عامل وراثي. غالبا في الناس اللي لهم علاقة زي ما حكينا أسلفنا الذكر من قبل، إنه الربو يقسم إلى عوامل خارجية قد تسبب أو عوامل داخلية. وحكينا العوامل الخارجية منها العوامل البيئية. هذول الناس تحديدا غالبا بس يجي عندهم ربو بكون في السيرة المرضية عندهم عامل وراثي للربو. زي ما حكينا انه الربو هو مرض تحسسي، وبالتالي ممكن انه يكون عامل وراثي، ليس بشرط انه يكون عند الاب او الام او الاخوان او يكون جاي من الربو. بجوز يكون عنده تحسس في العينين او يكون عنده حساسية في الجلد زي الإكزيما. كل هاي مؤشرات بتفيدنا في الحالة المرضية أو السيرة المرضية عند التشخيص، بالإضافة للفحص السريري بفيد الطبيب للأشعة اللي هي السينية، أشعة الإكس راي، قد تفيد لاستثناء بعض الأمراض التي تتشابه في الأعراض مع الربو. ايضا الشيء المهم في القطعي لتشخيص الربو هو عباره عن فحص كفاءه الرئه. فحص كفاءه الرئه بيتم من خلال انبوب يتنفس فيه المريض بعد اخذ شهيق ثم الزفير باعلى طاقه. يتم قياس كميه الهواء الخارجه في اثناء الزفير. وبالتالي يتم التشخيص. يعني دكتور، احنا طبعا تكلمنا عن هذا المرض المزمن، حابين نتكلم ايضا كذلك انه بعض الاحيان على حسب ما يقال انه في بعض الاطفال قد يصابون بهذا المرض في فتره عمريه معينه ثم ينتهي عنهم هذا، فحاب افهم ما هذا الربو او ما هذا، يعني شو هي المساله دي؟ وحقيقة يعني أنا طبيب باطني. بالنسبة للأطفال هو بيختلفوا عن الكبار في إنه الجهاز التنفسي أصلا من عمر لعمر، خاصة في العمر الصغير، بيكونش في نضوج كافل، وبالتالي قد فيما بعد الربو يتحسن أو يطرأ عليه تحسن، لأنه أصلا نضوجه بتم، وبالتالي بيختلف عن الكبار اللي هو أصلا أوريدي أو مكتمل. وبالتالي أعراض الربو عند الصغار ممكن تتحسن مع تقدم السن، بينما عند الكبار لا. غالبا الأعراض ممكن تتحسن بالسيطرة عليها بالأدوية، إلا أنها تبقى ملازمته فترة حياته. جميل. يعني هذه من ناحية أخرى الفئات العمرية اللي ممكن تصاب بهذا المرض؟ كل الفئات العمرية بلا استثناء معرضة للإصابة بالربو. يقال إنه في الكبار في 1 من كل 10 أشخاص يصاب بالربو، مرض شائع ومنتشر، وفي الصغار أكثر النسبة. وبغض النظر عن الجنس سواء ذكر أو أنثى، وبغض النظر عن البلدان، بس بيحكوا إنه الدول الصناعية أو المدن أو عفوا القرى أقل نسبة حدوث الربو فيها من المدن، لأنه الصناعة فيها أقل وهكذا. صفاء الجو أكثر. بالضبط. هناك يعني أسباب عديدة تسبب في هيجان يعني الربو، وأيضا نوبة الربو لدى الأشخاص المصابين، وأيضا هناك يعني بعض الأشخاص يعانون بشدة وبخطورة بعد إصابتهم بهذه النوبات. خلينا نتحدث ما هي الأمور أو ما هي العوامل المؤثرة على نوبات الربو؟ هلا حقيقة الربو بحد ذاته حتى انه يحصل زي ما حكينا ممكن عوامل خارجية، الربو مش نوبة الربو. نعم. ممكن تأثر فيه زي مثلا زي ما حكينا غبار الطلح والغبار والعفن المنزلي وبعض الحشرات والتدخين والعطور البخور وهكذا. بينما نوبة الربو بحد ذاتها اللي هي النوبة الحادة التي يأتي المريض فيها على الطوارئ بشكل مستعجل. نعم. هاي غالبا ما بتحصل نتيجة إما المريض لم يأخذ الدواء مطلقا، أو لم يأخذ الدواء بشكل كافي، أو حصل عليه طرأ جديد عليه على مجرى التنفس اللي هو في التهاب مزمن
إضافة التهاب فيروسي حاد أو التهاب بكتيري أدى للضيق في القصبة اللي هي أصلا فيها تضيق، مما أدى إلى نوبة الربو. بالغالب إحنا مشكلتنا بالغالب مع الأمراض المزمنة إن المريض في لحظة ما راح يزهق من اخذ العلاج، وبالتالي عدم الكومبلينس بسموه، يعني عدم الالتزام في العلاج قد يكون هو السبب الاساسي. تدهور بالضبط، تدهور حالته الصحيه من حدة بالضبط وتاثر نوبي. نعم، حابب اتكلم ايضا كذلك عن زاويه مختلفه شوي في هذا يعني المرض، حابب اتكلم عن الادويه المستخدمه. طبعا انت قلت انها تحد ولكنها لا يعني لا تنهي، يعني ما تشفي من المرض هذا. صحيح. إلى أي مدى قد يكون الوهم أساس وقوع المريض في هذه النوبة؟ الوهم، نحن نعرف أحيانا ممكن يكون الوهم أحد عوامل، أنه والله إنسان يشعر بضيق في تنفسه يقول عندي ربو، فيبدأ طبعا بآلية العلاج الغير طبعا مدروسة والغير مراجعة فيها الطبيب. يعني في البداية أي مريض بيشكي من ضيق في التنفس لا يعني أنه عنده ربو، أو يجب التحقق من ذلك مثل ما أسلفنا من خلال السيرة المرضية، كيفية الأعراض، كيف الأعراض هاي بتنتهي عنده، وإنه المريض وقت ما أجا خلال النوبة هاي كانت عنده الأزيز الصدري، كانت إذا عملنا له فحص كفاءة كان عنده نقص في الكفاءة، فبنثبت في هاي وبننفي في نفس الوقت، بنثبت الربو وبننفي الأسباب الأخرى اللي قد تتشابه في الأعراض مع الربو. لكن بالنسبة للأدوية زي ما أسلفت، بالنسبة الأدوية المهمة سواء كانت في نوبة الربو الحادة أو كانت في العلاج الربو بشكل مزمن، هي مثل ما أسلفنا في التعريف السيطرة على الالتهاب المزمن وتوسيع القصبة الهوائية من خلال محفزات البيتا، بسموها البيتا أجونست. يعطيك الف عافيه دكتور عماد محمود شريم، اخصائي باطنيه، على وجودك اليوم معي والمعلومات الكافيه والوافيه. اهلا فيكم. كل الشكر لك. شكرا لكم.